ومولود في أواخر القرن التاسع عشر، في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. وقال شوي ما كانش عنده يعني حب للآخرين، هو قصده السود، يعني عنده النزعة العرقية هذه الغربية كان للأسف الشديد. هذا العار، هذا عار يحمله بعض الناس إلى اليوم. شوف الإسلام من أول يوم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا عار. قال دخلت عليه في 55 وغيري فعل هذا. وطبعا في كلام أيام مارتن لوثر كينج، داعية حقوق الإنسان الأسود، حقوق كذا إلى آخره، الأمريكان الأفريقيين، قصة. فقال فدخلت وقلت له يا والدي، يعني أنت ليش ماخذ الموقف هذا المتنطع غير متعاطف مع السود؟ افترض نفسك وقد استيقظت ذات صباح وأنت أسود. قال أغبى شيء سمعته منك في حياتي. لا يمكن قال أن يحصل هذا، إني أستيقظ أرجع علي أسود، كيف؟ طب وأنا قلت لك حتلاقي حالك؟ بنقول لك افترض، ما يقدرش. غباء في غباء. شوف هذا أبوه بيحكي عن أبيه، ما يقدرش يحط نفسه في موضع الآخر. الآن أعتقد أنكم فهمتم رسالتي. أنا عندي سلسلة خطب ومن زمان بسنين أتحدث فيها دائما، لكن كل مرة من منظور جديد بأمثلة جديدة. عن ماذا؟ عن المشروطية، وأنا صحيح. وكثير أنا أعتمد هذه المقاربة دينيا، وأنا أؤسس للمشروطية الدينية طبعا بالنص الديني، القرآن والسنة، وبجيب آيات وأحاديث وأشياء، وطبعا ننورها ببراهين وأدلة ومقاربات واستبصارات من علم النفس ومن علم الاجتماع ومن أشياء كثيرة. هذا موضوع المشروطية. لذلك لو قيل لي أنت يا عدنان نفسك إيش أكثر مقاربة تعتمدها وتود أن يعتمدها غيرك من المتعصبين والمنغلقين والعاجزين عن الانفتاح على الآخر، هقول لك مقاربة ماذا؟ مقاربة افرض نفسك مكانه، يعني مقاربة تبادل الأدوار. أنت اليوم متعصب وهذول كفار وكذا، نبدأ بالإطار الديني الإسلامي. أنت مثلا شيعي كاره الوهابية والسنية مش عارف، افترض نفسك وهابي يا شيعي، وإياك تفهمني أنك أنت ولدت هيك وفي جيناتك حب أهل البيت وكذا، وهذا طبعا شيء شرف أن تحب أهل بيت محمد عليه السلام، بس أنت ولدت في بيئة شيعية، ومن يوم ما ولدت لليوم تتغنى بحب أهل البيت وتبكي عليهم كذا. ولو ولدت في بيئة غير شيعية، لنفترض أن تقول وهابية، بيئة وهابية، ستكون مختلفا، ستكون مختلفا، وتنظر إلى الشيعة نظرة هي النظرة الآن المعروفة. والعكس صحيح، ما يجينيش وهابي يقول لي الشيعة الروافض ولاد كذا كذا الزنادقة أعداء الإسلام الفرس، أقول له بالك كلام فارغ، كلامك لا وزن له عندي. ليه؟ أقول له افترض نفسك، هل أنت خلقت نفسك وهابي؟ اخترت نفسك وهابي؟ أنت لقيت نفسك وهابي يا رجل، فك عني. ولا احنا السنة مثلا فينا الحنابلة والشافعية وكذا بحسب الجغرافيا، وين ولدت بتلاقي نفسك سنة على طريقة معينة. إياك تتبجح وترفع راسك وتعمل لحالك بطل، يعني كلام فارغ هذا ملوش أي وزن. الوزن للمقاربات التي ترعى المشروطية، هذه المقاربات الإنسانية الذكية المنفتحة. قل لنفسك أنا لو ولدت في النجف مثلا ولا في أي بلد شيعي كيف كنت حكون؟ قطعا حكون شيعيا مثل أي شيعي تبش، يعني تبكل شيعي نمطي أكيد تماما، ولا فضل لي في هذا. إن كان في فضل فالفضل للمجتمع والجغرافيا، الفضل لقطعة الأرض هذه والمجتمع اللي فيها. هذه أهم مقاربة. طبعا خلينا نأخذ مقاربة عاد مع تمثيل هذه المقاربة أوسع بين مسلم ومسيحي، مسلم ويهودي، مسلم وبوذي، مسلم هندوسي، مسلم وماركس بيعيش كان في الاتحاد السوفيتي السابق. أقول لك نفس الشيء، افترض نفسك ولدت في تلك الرقعة مثلا الفلانية، في تلك الدائرة الحضارية مثلا الهندوسية، ايش حتكون؟ أكيد هندوسي، أكيد حتكون هندوسي وتعتقد بالهندوسية. وكما قلت لكم غير مرة بدليل من الناس الهندوس ناس ماخذين جائزة نوبل، وهندوس يعبد البقرة وماخذ نوبل، ولا مش صحيح؟ غاندي يعني مش إنسان عظيم؟ مش عقل ضخم جدا جدا؟ مش شخصية هائلة؟ طبعا، ويعبد البقرة، هندوسي يقدس البقرة، ولا مش صحيح؟ موجود هذا، وفي البوذي واليهودي والمسيح، مسألة معقدة. لذلك واحد يقول لي انت ايش بدك انت فعلا بتخوف وزنديق وكأنك بدك ايانا نكفر او لا ابدا، لا والله انا لو بدي اكفر كان انا كفرت، اعوذ بالله منه، نسأل الله ان يحفظ ايماننا، حاشا لله، بس بدي اياك تكون مرن وذكي وما تاخذش دور الله، بدي اياك ما تلعبش دور الله عز وجل، لا تلعب شيء ليس لك، هذا دور لله. الله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، والله قال في سورة الحج قال هيك المؤمنين واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. مش أنت اللي تفصل،
وانتبه على فكرة، خذ هذه قاعدة يا إخواني، حين تتحدثون عن الله تبارك وتعالى صدقني يمكن أن تتحدث عن الله، ويمكن أن تتحدث حتى بلسان الله، أنك تقول قال الله تعالى، طبعا قرآنه، بس انتبه دائما تحدث كما تحدث القرآن، تحدث حديث القاعدة مش حديث التفصيل وحديث التطبيق. يعني كيف؟ يعني لو قلت الكفار في جهنم وكل من كفر في جهنم، أنت صادق 100%، ولا يستطيع إنسان عاقل يرد عليك كلمة واحدة. بس الآن هل هذا العبد الفلاني اللي هو مسيحي يهودي بوذي كذا، هل هذا هو الكافر اللي الله قال عنه كافر؟ هل هذا عند الله هو الكافر اللي بده يخش جهنم؟ الله أعلم، مش بعرفني أنا. ممكن تكون المسألة أسهل علي لو هذا غير المسلم أجا وقال لي أقنعوني بالإسلام، تدعون أنه دين الحق والدين الخاتم، جبنا له عالم فهمان مليان علم وتكلم معه بلغة علمية متينة جدا وأفهمه، بحيث أنه قال الشهادة أن كلامك كله مقنع تماما وليس عندي عنه جواب، ما من جواب لدي، كلامك مقنع. طب هيا يدخل في الدين؟ يقول لا، لو دخلت في الدين بفقد مصالحي، بفقد بعض الشهوات، تغضب علي زوجتي، يغضب علي قومي، لا أريد. هذا كفر، هذا كفر بالحق إيش؟ إذ جاءه، هذا كفر بالإيمان، هاي الكافر. تبين هنا قاعد نطبق، أنت هنا بتقول هذا بحسب حاله، الأرجح لو مات على هذا يكون هلك، الأرجح، لكن يبقى أمره إلى الله. ليش؟ إيش عرفني أنا؟ ممكن هذا الرجل في عنده عقدة نفسية أو عقلية تجعله معذورا عند الله، ملتهب في الداخل، من يعلم منا إيش داخل هذا؟ تعرف أكبر رغز هذا هو أكبر. نحن الآن نتكلم وبنتشاوف هنا، نتباصر ونسمع بعضنا، والله العظيم كل واحد في هالبطيخ هذا عنده شيء عالم لا يعلمه إلا الله. فهالبطيخ هذه فيها عقد وفيها ظلام وفيها نور وفيها مشاكل. يعني الآن وأنا بتكلم هيك ممكن واحد شخص كل كلامي هذا ما سمعوش ومغيوظ من كرفتي وبفكر في الكرفتة الصفراء هاي، ايش تعملوا هذا؟ مسكين هذا، هو انت بتتكلم بفلسفه وعلم دين ولا على باله. واحد تاني قاعد هذا اللي بيطلع في روتانا وليد بن طلال، بعطوه فلوس صار عنده فلوس كثير، وانا ما عندي شيء فلوس، يلا انا مريض مسكين. البشر هكذا، انا افهم هذا، اعيش هذا وبحاول افهم هذا دائما في حياتي. ولذلك منظورك بيكون اوسع واكثر مرونه. بتقول دع الخلق للخالق، كل واحد وبطيخته حر، ما حدا بيعرفها الا الله. ايش دخلني انا؟ ما كشفتها ولا بعرفش فيها. الله اللي حيطلع كل شيء فيها، وقال لك يوم تبلى ايه؟ السرائر، حيطلع كل شيء في الدنيا. لا تبلى السرائر ولا تبلى، ما حدا بيعرف. بتشوف انت وبتباكى وكذا، مش عارف حقيقته، انت مش عارف سريرته، ويعطيك من طرف اللسان حلاوه. والله قال مش صحيح؟ ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله قال لك في ناس زهيب يقول لك والله العظيم انا كذا كذا ومحب لكم وبكتك واقسم بالله الله قال لك كذاب، مش انت اللي بتعرف، الله اللي بيعرف. قال لك وهو ألد الخصام. هذه الدنيا. فعشان هيك خلي مقاربتك ايه؟ كما قلت لك واسعه. كيف واسعه؟ اعتمد الحديث عن الله وبلسان النص قاعديا. القاعده هيك، التطبيق ما ليش علاقه به. التطبيق على مين؟ على الله. هيك بتفهم القرآن، لأنه القرآن بيطلع متناقض إذا لم تفهمه بهذه الطريقة، بيطلع متناقضا. كيف متناقضا؟ طبعا في آيات بقول لك الكافر راح في 60 داهية، الكافر في جهنم، الكافر كذا. وفي آيات بقول لك لا، اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. انتبه، الله اللي بيفصل بينهم. وتقول لي فصل إيه؟ ما الحكاية واضحة. مش واضحة، مين قال لك واضحة؟ على مستوى القاعدة الأمور إيه؟ واضحة. على مستوى التطبيق مش واضحة بالمرة، معقدة وبدها قضاء عادل لا يقدر عليه إلا رب العدل لا إله إلا هو. والله العظيم أنا أقول لك لو الآن يخيرني الله يقول لي يا عبدي هل أنت ترغب أن يحاسبك محمد حبيبك ونبيك اللي بتعشقه؟ أقول له لا، أعوذ بالله، لا أرغب أن يحاسبني محمد. لا 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 لا. طبعا من باب أولى ولا أبوي ولا أمي عاد. طبعا أقول لك ولا أنا أحاسب نفسي كمان، لا أنت بس تحاسبني يا رب، لأنك أنت أعلم بي حتى من نفسي. يمكن أنا معذورش حالي، يمكن أنا أقول لك لا، العدل بصراحة أن أؤاخذ بهذا الذنب. أنت تقول لي لا، أنت ترى هذا، بس أنا يا عبدي أنا عارف إيش أساس عقدك اللي خلنك ضعيف في هذا الموقف وتصرفت هيك. أنا عارف، أنت ما بتعرف. اذهب غفرت لك. هقول له أنت وحدك اللي تحسبني. لذلك دعوا ما لله لله. يا ريت يتعلم أهل الدين هذا الشيء، والبشر وكل مسلم تقي، كل واحد ولي وعارف بالله.
دعوا ما لله لله، لا تتدخلوا فيه. وتكلموا على مستوى القاعدة، تكلموا على مستوى إيه القاعدة. طولنا عليكم، نرجع كنا ننتهي إن شاء الله. بقي إيه قضية الانقراض الحيوي. موضوع إيه؟ إنه كيف الإسلام أسس لهذه العقلية. طبعا واضح، الإسلام علم أهله وأتباعه عقلية التصنيف الواسع الإنساني بشكل كما قلت في الخطبة الأولى. قال كل هذول البشر وهم أعراق مختلفة، ألوان مختلفة، ألسنة، لغات يعني مختلفة، وأديان وأفكار ومعتقدات ومنتحلات مختلفة. قال بس في النهاية إيش هم؟ من أب وأم، هم إخوة. إيش هالتصنيف هذا؟ إيش هالقدرة على الجمع هذه؟ هذا مش قادر يفهم الأفندي هذا تبع لوريا إنه السمكة والغراب في جمع مشترك بينهم. قال لك على الإطلاق هتقول ما فيش بالمرة، أبسولوتلي ما فيش أي جامع مشترك. والقرآن يقول لك البشر كلهم إخوة رغم اختلاف كل ما ذكرنا. إيش هالقدرة هذه؟ مش هيك وبس. وزي ما حدثتكم أنت مسلم من أصحاب النبي ونصرت الدين وجاهدت، الله قال لك انتبه، مش من بطن أمك زي هيك. بقول لمين؟ لأبو بكر وعمر أمثالهم الصحابة الأجلاء. أنا أقصد الصحابة طبعا، يعني مش أبو بكر وعمر، الصحابة زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، ومعاذ وجابر. يقولوا انتبهوا، إياكم تأخذوا في حالكم مقلب وتتبجحوا بالدين. لا، أنا اللي هديتكم وأنتم امبارح إلا قليلا طبعا ما كنتوش موحدين وما كنتوش عارفيني ولا عارفين طريقي، كنتم تعبدون الأوثان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. معناها المقاربة اللي أنا بشوفها اليوم في القرن 21 أعظم مقاربة لضرب الانغلاق، لمحاربة ومناجزة الحصرية بسيف إدراك المشروطية. القرآن أسس لها. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مش الله بيقول الصحابة هذول اللي عملوا العملة هذه مش من يومكم أنتم إيه أولياء إلي وموحدين، بالأمس القريب كنتم مشركين مثلهم، صح ولا لا؟ ها قد صرتم موحدين ولله الحمد والمنة. ولا تمنوا علي إسلامكم في الحجرات بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. تمام؟ ما في واحد يتمنى على الله يعني أنا مسلم موحد بدي أضرب العالم بالذر لأني مسلم. لا 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 لا، ما تتمنن ما تتمنن. وأي واحد ممن تراهم على غير دينك بل أعداء لدينك يمكن بفضل الله أن يصبح ماذا؟ من أكثر أنصار هذا الدين صدقا وإخلاصا وفهما وأحسن منكم مني، ولا مش صحيح؟ معناها مقاربة ماذا؟ ماذا لو كنت مكانه؟ ماذا لو كان مكانك؟ افترض أن يكون مكانك، ممكن، ولا مش صحيح؟ وماذا لو كنت مكانه؟ القرآن يقول قد كنت مكانه. ما تنساش هذا، أنت كنت مكانه كذلك كنتم من قبل. تعرفوا هذا الكلام أوحى لي بشيء عجيب جدا وجدت، مش الآن، حين كنت شابا يافعا وكنت أعيش في مجتمعات عربية تقليدية طبعا تعرفون إسلامية، وأرى فيها بذور التطرف، جماعة بسموها جماعة التكفير والهجرة وكذا، وناقشتهم يعني كان بين نقاشات وحوارات ونسمع ونشوف. فلاحظت شيئا غريبا فيما أذكر، معظم إن لم يكن كل، لكن خلينا نكون علميين، معظم هؤلاء التكفيريين المتنطعين المتزمتين ماضيهم غير مشرف بالمرة، معروفين للناس، بتشوف الماضي تبعه سكرجي زنوي حرامي سراق سرسري غضيب والدين عاق والدين، حالته زي الزفت حشره. بعدين الله هداه والحمد لله، بدل ما يهدي ينتبهوا لو كان، بس هو أنا أقول لك أنا بعتمش عليهم، يمكن مش يمكن بصراحة 99.9% ما سمعوش واحد يقول لهم هذا الكلام الذي أقوله لكم الآن، ما سمعوش ولا مرة. أنا ما سمعتش الكلام هذا، كلامي هذا المشروطية والله ما سمعت.